ابراهيم الاول طمنا عليك وعلى صحتك. تمام الحمد لله، كابتن كله تمام الحمد لله. يعني ما حدث في نهاية المباراة لا يقر احد على الاطلاق، لكن خلينا نروح للمقدمات. يعني اسباب ما حدث يا كابتن ابراهيم. والله اسباب ما حدث يا كابتن ان اللعيبه نفسيا غير متقبله ان هي طبعا اكلمك بصراحه الصراحه. ايوه يا ريت. القيمه الماليه للجائزه بتاعت البطوله الهبت المباراه بشكل غير عادي. نعم. المباراه ماشيه بشكل طبيعي خالص. والفرقه عشان تعرف ان هي ما كانش يا كابتن احمد في اي مشاكل في التحكيم، لان النتيجه كانت 2-0 وما فيش اي اعتراض ولا اي مشكله. وكانوا مستسلمين الفرقه والفرق بتلعب وقادرين نسيطر على المباراه. لحد ما جه لعيب احنا لما دخلنا بقى في الاشواط الاضافيه. نعم. خلاص اللعيبه خلاص ما بقتش عندها لياقتها البدنيه، خلاص ما بقوش قادرين. هم عايزين يضيعوا وقت. انا عندي مشكله ان انا لو ساعدتهم على ضياع الوقت كل ما اللاعب بيقف يا كابتن احمد كل ما بيحصل اشتباكات ما بين اللاعبين. فانا عايز استأنف اللعب باسرع وقت، ما استسلمش معاهم للايقاف اللعب، عشان خاطر ايقاف اللعب ده بيبقى فيه جذب وشد وبتاع. فلاعب وقع مسك وشه وهو ما فيش في وشه. فرحت لحد عنده قلت له من فضلك اجيب لك الدكتور ولا تقوم؟ قال لي لا انا عايز اخد نفس شويه. طب حضرتك لو حكم هتعمل ايه يا كابتن؟ قال لك انا عايز اخد نفس شويه اللعيب؟ بيقول لي انا هاخد نفس شويه. ارد عليه اقول له ايه؟ قلت له طب حط الكوره والعب. بس طلعت ليه جت الكوره جون. فزي ما حضرتك ايه، وبعدين ده خد 40 حوالي من 40 ل 45 ثانيه. يعني الكوره مش اتحطت اتلعبت، انا كلمته وبعدين انا بدات اتحرك اخد مكاني وبعدين اللعيب انذار وسجلته قلت لهم العب. وهو الولد اول ما شافني العب راح قايم جاري. واخد بالك؟ لا لحد ما الكوره دخلت جون يا كابتن ابراهيم. وانا هحاول اجيب الصوره مع عبد. ماشي اوكي. انا خلي بالك المكالمه هي مسانده ليك مش ضدك. اتفضل. انا عارف يا كابتن. انا عارف. حضرتك لو شفت قومه اللعيب في كاميرا من شويه، انا كنت في احد القنوات لو شفته بيقوم كان في كاميرا عامله عليها زوم، راح قام بص كده ان الكوره راح بدا يقوم يجري ويتحرك. ولو شفته بعدها مباشره اللعيب قاعد كان حاله هستيريه وتعبان انه عايز يتعالج. اول ما الكوره جت جون بقى سليم وعمل سبرنت عليا. فهو كابتن احمد. طيب اذا انت وجهه نظرك انه كان ما فيهوش حاجه، وان انت عشان المباراه تسير بشكل جيد. كابتن القانون. نعم. كابتن القانون كابتن احمد القانون ان احنا نعالج اللاعبين المصابين. واخد بال حضرتك اصابات خطيره او قفلهم اللعبه في اصابات خطيره، او لما يبقى في شك في اصابه، او لما يبقى ممكن اتحرك لو ان انا عندي شد ولا عندي حاجه اوكي. لكن انا ما ساعدش لعيب على ضياع الوقت، اللي انا لو ساعدته على ضياع الوقت الفرقه الثانيه تمام برضه هتبدا تعترض. دي كانت وجهه نظرك في عدم ايقاف اللعب. ماشي تمام. أيوة. الهدف نفسه يمكن هم حتى ما اعترضوش على انه في شك كبير انه تسلل. كان المساعد عندك كان ايمن دجيش مش كده؟ وايمن من المساعدين الجيدين يعني، لكنه ده افضل مساعد في مصر وفي افريقيا وعميد حكام افريقيا، وهو اتجدد له سنتين فوق السن. معلش مالهاش علاقه يا كابتن ابراهيم. حتى لو اعظم حكم في العالم ممكن بيخطئ. وشكل الهدف انه تسلل. يعني شكل الهدف انا ما اقدرش اتكلم يا كابتن احمد. طبعا انا ما اقدرش اتكلم في فنيات. تاني حاجه انا ما اتفرجتش على اللعبه اقسم بالله. تمام يعني شكله بيوحي انه تسلل، لكنه شك كبير جدا انه تسلل. لكن سيبنا بقى يا كابتن احمد. افترضنا يا كابتن احمد وانت حضرتك مربينا على القيم وعلى الاخلاق ومن الشخصيات المحترمه اللي ادارت الكوره فترات كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا، هل انت شايف حتى لو في خطأ في هدف او في خطأ في قرار، حضرتك شايف ان ديت سلوكيات او اخلاقيات المفروض يبقى ده رد فعل؟ طيب. حتى لو يعني ده في كاس العالم مارادونا جاب جون بايده وكاس العالم راح مكان تاني وما حصلش اللي حصل معانا ده. احنا لحد امتى الدول العربيه هتفضل يعني السلوكيات بالطريقه دي؟ دي رياضه في الاول وفي الاخر. سؤالي لما دخلوا عليك اداري نادي الفيصلي وبداوا يعتدوا عليك. انا كابتن احمد ان انت هتقول لي ديت عشان خاطر انا داخل مع حضرتك اوضح حاجتين، وانا بشكرك ان انت طبعا هتدي لي المساحه. اتفضل. انا كابتن احمد اول ما جون جه نزل في التراك حوالي من 250 ل 300 فرد. ما تجيبوا لنا الصوره يا جماعه. انا هتحرق عليكم تجيبوا الصوره. ما تجيبوا الصوره يا جماعه. من حوالي من 250 ل 300 واحد. انا بلغت بالراحه كده طبعا. نعم. انا كل اللي املكه استبعاد الناس دي. نعم. حاجه ثانيه كنت اقدر اعملها ان انا الغي المباراه. طبعا حضرتك كنت في يوم من الايام رجل سياسي وعارف يعني ايه البطوله العربيه معموله هنا ليه
والاجواء المحيطه بنا ايه. انا لو انا في مكان تاني لا هيعنيني اي دولة اخرى تنجح ولا تفشل. لكن انا النهاردة كنت في مصر وانا تحملت مسؤولية استكمال المباراة حتى لو جيت في بعض الاوقات على نفسي. وانا ما بسمحش للكلام ده عشان خاطر الدنيا كلها تعرف ان مصر نظمت ونجحت والامور عدت. موافقك في النقطة دي، موافقك 10/10، موافقك 10/10. لكن ان يعتدي عليك احد بالضرب، والصورة بقى قدامنا هنا ايه في الصورة، انه اعتدى عليك احد الاداريين بالضرب، وواحد وانت حطيت ايدك ورا في جيبك عشان تخرج بطاقة، وبعدين ما شفناش حاجة بعد كده. ليه هنا حصل نوع من انواع التساهل يا كابتن ابراهيم؟ ليه ما كانش قرار؟ بص يا كابتن، انا حبيت يعني الراجل ده اداري، ده اللي دخل ده اداري. لا ده اللي دخل ده. بص هو في 2 اعتدوا. ادي اول واحد، ادي اول واحد. بص اول واحد اللي لابس بدله ده من الجهاز الاداري. ده لابس تيشيرت عادي يا كابتن ده، وده اللي لابس تيشيرت وشنطه على وسطه كده، ده اللي ده. انا بحط ايدي، انا طبعا ما اقدرش، ده مش اداري، ده واحد تقريبا من الجمهور. جمهور نزل الملعب؟ انا يا كابتن فوق 300 واحد نزلوا الملعب، الاستاد اتكسر. هاتوا لنا صوره التراك يا جماعه، هاتوا لنا صوره التراك. واخد بالك؟ المهم يا كابتن دلوقتي انا ما هطلع الكارت الاحمر لمين؟ انا ببص كده لقيت واحد من بره رحت شايل ايدي من جيبي. يعني انا كنت هطلع الكارت الاحمر لو ده لعيب، بصيت لقيت واحد من الجمهور حط ايدي، شلت ايدي. طيب الراجل اللي جالي في نص الملعب اللي هو الجهاز الاداري بلغت مراقب المباراه والناس، قلت لهم يا جماعه ده يطلع بره. لكن يا كابتن احمد كان محدش قادر. كابتن ابراهيم انت مش من سلطتك انك تدي الاداري كارت احمر؟ لا، اشهار البطاقه الصفراء حمراء للاعبين فقط. الجهاز الاداري يخرج زي ما طردت كده مساعد المدرب. انا طردت مساعد المدرب بالايد بالاشاره. لكن الكارت الاحمر والكارت الاصفر للاعبين واللاعبين الاحتياطيين فقط، المسجلين في السكور المباراه. طيب خلينا نقول انك استحملت هذا التصرف الشائن والخروج عن النص عشان البطوله تكتمل وعشان المباراه تكتمل، خاصه انها في مصر. وانا مقدر معاك ده جدا. يعني بصراحه ما اقدرش اتكلم معاك في ده، وان كنت هترك المجال للضيوف الاعزاء اذا كانوا عايزين يسالوك. لكن ما حدث بعد المباراه يا كابتن ابراهيم ده امر مشين وامر مخزي وامر صعب جدا جدا جدا. يعني ما اعرفش انت ازاي تحملته او هتتصرف معاه ازاي، خاصه انه صحيح هي بطوله عربيه ولكن التقارير دي بترفع للاتحادات وبتاخد بيها يا كابتن ابراهيم. كابتن احمد حضرتك طبعا هكرر تاني ان حضرتك تعتبر مربيني في التحكيم، وكنت متبنيني فترات كبيره، وحضرتك مسؤول وما بترضاش بالغلط، وعارف ان انا كل ما املكه، كل اللي انا املكه ان انا اكتب في تقرير كل الاحداث اللي حصلت دي بما يرضي ربنا. عمري ما هاجي على حد ولا عمري هشيل حاجه. خلاص اللي حصل في الملعب انا حاولت احتويه، والحمد لله احتويته. المباراه اكتملت عشان صوره مصر الحمد لله، والناس شالت كاس ومشيت والبطوله انتهت على خير. التجاوز اللي حصل معايا اثناء المباراه وبعد المباراه هكتب في تقرير. وحضرتك يمكن في فتره من الفترات كلمتني، كنت في مشكله زي كده، قلت لي انت عندك اتحاد تكتب له والاتحاد يجيب حقك. انا كل ما املكه ورقه وقلم هكتب بما يرضي ضميري ويرضي ربنا كل الاحداث اللي حصلت، وعلى الاتحاد العربي المحترم ياخد الجزاءات طبقا للائحه. لو هياخدوا قرار هم احرارهم، مش هياخدوا قرار دي هتاخد منهم هم، مش تاخد مننا. هل جالك اي اعتذار من مسؤول الفيصلي بعد كده او من اللجنه المنظمه او مسؤول الاتحاد العربي؟ انا ما فيش اي حاجه. انا كل اللي بقوله ان انا بشكر الامن المصري، ان لولا الامن المصري كان حصلت حاله وفاه لاحد اطقم التحكيم النهارده. يعني واحد من الاربعه الحكام النهارده، انا او ايمن او عشيق او مهدي، كنا ممكن حد فينا يموت للدرجه دي لولا تدخل الامن وسيطرته على الموقف. احنا كان في حوالي 4000 ولا 3000 واحد من جمهور الاردن، كلهم بقوا في الملعب وكلهم بقوا عايزيني وعايزين ايمن وعايزين عشيق وعايزين مهدي. فالامور كانت صعبه جدا. فانا بشكر الامن طبعا ان هو قدر يحمينا وان هو قدر يطلعنا. هل هذا الموقف ممكن يدفعك للتفكير في اعتزال التحكيم كابتن ابراهيم؟ والله يا كابتن انا لو كنت ظلمت حد انا كنت هعتذر التحكيم. يعني انا لو كان عندي خطأ اثر في نتيجة المباراة سبب لي اهانة زي كده كنت هعتذر التحكيم. فلو حضرتك انا بسمع كلام حضرتك لا يا كابتن ابراهيم انت يعني انا يعني هذا المشهد وسقوطك على الارض وتكرار الاعتداء بهذا الشكل المهين والمشين. لا انا ما سقطتش على الارض. انا الامن حط ايده عليا كده عشان خاطر هم كانوا بيخنقوني، فوطيت راسي عشان خاطر ما فيش حد ايده تيجي فيا. لكن انا ما سقطتش على الارض. لكن لو حضرتك شايف
لا يا كابتن والله يا كابتن ابراهيم بقول لك انا المكالمه كابتن ابراهيم بس اسمعني، المكالمه ليك مش عليك، بس انا بسالك لانه دي اسئله جايه لي من الناس فلازم اسالها لك. يعني هل يعني احمد اللي بلغ حضرتك السؤال ده، بلاش انت عشان خاطر انت والدي واخويا الكبير اللي سال حضرتك السؤال ده، لو هو شايف ان ابراهيم نور الدين خطأ فني تسبب في هذه الاحداث وما حققش العداله او ما اي حاجه تسببت في الكلام دوت من عندي من خلال انا ما عنديش اي مشكله. انا راضي على التاريخ اللي انا عملته وانا موجود في التحكيم زي ما حضرتك عارف، عشان دي هوايه احنا بنحبها ولا اكثر ولا اقل. انا ما فيش اي مشكله بين لو عايزين الناس لو مصر عايزاني ان انا جيت على نفسي عشان خاطر مصر والناس موجوده في مصر عايزين ابعد عن التحكيم، انا ما عنديش اي مشكله ان الاستاذ ابراهيم ربيعه ليه تعقيب والاستاذ محمود صبري ليه تعقيب. يعني بعد اذنك يا كابتن، يعني اللي حصل اللي انا شفته دلوقتي ده حصل بعد الماتش ده خارج نطاق الماتش والكروت والاتحاد العربي ولجنه الحكام والكلام الفارغ ده كله. ده يتعمل فيه محضر، ده جريمه، ده ناس بيضربوك، مش بيضربوك بس، ده مش عاوز اقول كلمه انهم بيهزقوك. يعني انت لازم تعمل محضر وتاخد حقك. وفين الشرطه؟ فين الامن يقبض على الناس دي؟ هو واحد عمل لعبه خشنه في ملعب مثلا، او اعترض او زقك او مسك ايدك في ملعب فهتطلع كارت، او هتعمل مذكره لجنه الحكام ومذكره لجنه منظمه، ده شغل شرطه. فين الشرطه؟ ما قبضتش على العيال دي ليه؟ يا استاذ ابراهيم